ايوه، زي ما انت شفت كده الزمالك في كاس العالم للانديه خلاص الحلم اتحقق، والزملكاويه هيركبوا الطياره ويروحوا سويسرا خلاص. لو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ارزع اللايك المتين ويلا بينا على فيديو النهارده. الزمالك في كاس العالم للانديه هنبداها واحده واحده مع بعض علشان نشوف ازاي الزمالك هيوصل لمرحله انه يركب الطياره ويروح كاس العالم للأندية. الزمالك بعد ما كسب الدوري المصري وكلنا شفنا ايه اللي حصل. كلنا قلنا ان الزمالك ملوش ان هو يكسب بطولة، سواء دوري مصري سواء كاس مصر سواء دوري ابطال افريقيا. انا واحد من الناس اقتنعت ان عرفت ليه الزمالك ما بيشاركش في دوري الابطال وما بيكسبوش. عرفت ليه الزمالك ما بيوصلش للمحافل العالمية في البطولات. عرفت ليه الزمالك ما يعرفش حاجة عن كاس العالم للأندية. عرفت ليه الزمالك ما يعرفش الانتر كونتيننتال يعني ايه. عرفت ليه الزمالك ما بيشاركش في اي بطولة عالمية. لان الزمالك لو شارك في اي بطولة عالمية هيحسسك ان هو قلب ريال مدريد، هيحسسك ان هو اعلى من ريال مدريد. ما بالك ان احتفالات الزمالك اللي احنا بنشوفها اليومين دي دول احتفالات الزمالك بالدوري المصري. دوري اصلا هم عارفين ان هو من اوله مشبوه لاخره مشبوه. ما بالك ان الزمالك بتقول على الدوري إعجاز وإنجاز لم يحدث من قبل، والدوري الأصعب في التاريخ، ده الدوري الأصعب في تاريخ الدوري المصري. الزمالك كسب الدوري الأصعب في تاريخ الدوري المصري، وهو أصلا لولا إن الأهلي وحش كان الأهلي كسب الدوري ده بفرق 20-30 بونت. ولكن محمود وفا كان له كلمة تانية، هنا بوريدة كان له كلمة تانية، أوسكار رويس كان له كلمة تانية. كل حاجة مشبوهة في الدوري، وشفنا احتفالات الزمالك بالدوري عاملة ازاي. علشان كده يا صديقي الزمالك ما بيشاركش في المحافل العالمية، لانه والله لو شاركوا يا خرابي على اللي هنشوفه ما اقولكش. الزمالك بعد ما خد الدوري خلاص واحتفل بيه وعمل كل اللي عمله. الزمالك قدامه مهمة مشاركة في دوري ابطال افريقيا، مهمة قوية جدا لادارة الزمالك. وكالعادة إدارة الزمالك لحد الآن فاشلة في المهمة. هتقولي طب إزاي مهمة مشاركة؟ المفروض مهمة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، لا هي مهمة مشاركة لحد الآن. لحد يوم 31/5 الزمالك لازم يسدد الديون اللي عليه عشان يشارك في دوري أبطال إفريقيا. بقى الزمالك هيكسب إيه؟ هيروح يلعب كاس العالم للأندية. الزمالك يوصل ازاي لمرحلة اللعب في كاس العالم للأندية؟ الزمالك قدامه فرصتين اتنين مفيش غيرهم علشان يلعب كاس العالم للأندية، غير كده مش هيلعب كاس عالم. أول فرصة وهي مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي ده لازم الزمالك يشارك في دوري أبطال إفريقيا، ومش بس كده لازم يكسب دوري أبطال إفريقيا. يعني لازم نسمع جملة رسميا الزمالك بطلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم القادم. ازاي بقى؟ الله اعلم. لازم نسمع ان الزمالك كسب دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي. لازم الزمالك يكسب دوري ابطال افريقيا وبكده يروح رسميا لكاس العالم للانديه ويلعب كاس العالم للانديه. بس يا رب الشركات الراعيه ما تفلش ويلغوا كاس العالم للانديه، عشان احنا نفسنا نشوف اخواتنا الزملكاويه يعرفوا حاجه عن كاس العالم للانديه، ويشوفوا قد ايه لما تقابل فرق كبيرة وفرق من أوروبا، فرق كبيرة جدا من أوروبا، شكلك بيبقى عامل ازاي ووضعك بيبقى عامل ازاي، عكس اللي انت بتلعبه مع البط الكيني بقالك 4 5 6 سنين. وهنتكلم في الموضوع ده. طب ايه هي الفرصة التانية للمشاركة في كأس العالم للأندية؟ نفترض ان الزمالك خسر كأس دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي. الزمالك خلاص خسر دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي. على الزمالك ان هو يصعد لدوري أبطال أفريقيا الموسم اللي بعده ويكسب دوري أبطال أفريقيا. هتقول لي الله برضو تاني لازم يكسب. ايوه، ما هو الزمالك لازم تكسب حاجة علشان توصل لحاجة، امال احنا بنفهمك في ايه؟ علشان كده انت بقالك 24 سنة مش هتوصل وما بتوصلش، لانك بقالك 24 سنة ما كسبتش دوري ابطال افريقيا. الزمالك القطب الثاني للكرة المصرية بقاله 24 سنة ما بيلعبش دوري ابطال افريقيا. تخيل معايا كده يا عزيزي. اللي فات ده كان فرص مشاركة الزمالك في كاس العالم للأندية ان هو يكسب دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي او يكسب دوري ابطال افريقيا الموسم اللي بعده.
ومن المكان اللي انا قاعد فيه دلوقتي اقدر اقول لك ان الزمالك مش هيفوز بدوري ابطال افريقيا ولا الموسم اللي جاي ولا الموسم اللي بعده. الزمالك مش مؤهل بالمرة ان هو يكسب بطولة قارية. الزمالك ما كانش مؤهل ان هو يكسب الكونفدرالية. وبمناسبة الكونفدرالية، الزمالك دلوقتي كل تحفيله عن الاهلي رايح يلعب مع البط الكيني، الاهلي رايح يلعب مع الوز الاثيوبي، الاهلي مش عارف ايه والبط، ويشغل لك اغنية البط ومش البط. الزمالك من اسبوع كان بيعيط بالدموع وجماهيره بتعيط بالدموع في خسارة الزمالك للكونفدرالية امام اتحاد العاصمة. الزمالك من اسبوع كان قاعد في المدرجات بيقول بالدم بالروح افريقيا مش هتروح، وهو بيلعب نهائي الكونفدرالية. الزمالك من اسبوع كان بيقول لك الفرقة الوحيدة اللي بتشرف مصر في بطولة قارية بطولة افريقية هو نادي الزمالك. الزمالك ليه الاعلام ما بيتكلمش عليه وبيقول ان الزمالك مشرف مصر في البطولات القارية؟ الزمالك الوحيد من الدوري المصري اللي موجود في بطولة قارية بطولة افريقية، وجماهيره كانت بتتباهى ببطولة الكونفدرالية. بطولة الكونفدرالية اصلا ان من زمان الزمالك متعود عليها، من زمان الزمالك متعود على المشاركة في بطولة الكونفدرالية. فاكر لما الزمالك خرج من ولاية ديتشيا؟ فاكر لما الزمالك خرج من استلمبوش الجنوب افريقي؟ تخيل ان الزمالك السنة اللي فاتت طلع من بطولة الكونفدرالية على ايد ستيلنبوش الجنوب افريقي، فرقة غير معروفة بالمرة واول مرة نسمع عنها. الزمالك خسر الكونفدرالية، الزمالك خسر الكونفدرالية من اتحاد العاصمة. الزمالك اصلا برغم ان هو بيلعب على طول كونفدرالية وما يعرفش حاجة عن دوري ابطال افريقيا، فالزمالك ما بياخدش اصلا الكونفدرالية، ما خدهاش غير في 2019 وفي 2024. واحنا عارفين الزمالك خد البطولتين ازاي، خصوصا في 2019. ارجع واتفرج على الكرة اللي عدت خط المرمى، ساعتها جنش كان واقف جون. ارجع واتفرج لما جنش ضرب المهاجم بدماغه وما خدش انذار احمر. ارجع واتفرج وشوف الزمالك بيكسب بطولاته ازاي. بس الزمالك بيحفل على الاهلي ببطولة الكونفدرالية، والزمالك اصلا هو النادي الوحيد، لو في اي نادي على مستوى قارة افريقيا يحب ياخد نصايح عن بطولة الكونفدرالية مش هيلاقي افضل من الزمالك يسأله، مش هيلاقي احسن من الزمالك يسأله. الزملكاوية اصلا بيقول لك اسأل زيزو عن بطولة الكونفدرالية. انت كده بتحفل على نفسك انت اصلا. هو زيزو يعرف بطولة الكونفدرالية منين؟ زيزو ما يعرفش بطولة الكونفدرالية غير معاك. زيزو ما لعبش بطولة الكونفدرالية غير معاك انت. فاحنا بدل ما نسأل زيزو نسألك انت كنادي في مشاركاتك الإفريقية في بطولة الكونفدرالية بكلامك وعلى قناة النادي بتاعك ومن جماهيرك في الملعب بالدم بالروح. إفريقيا مش هتروح. فالزمالك دايما بيقلل من البطولة اللي الأهلي موجود فيها. لو الأهلي موجود فيها البطولة قليلة جدا جدا، لو الأهلي مش موجود فيها فدوري أبطال أفريقيا حاليا بالنسبة للزمالك هي كأس العالم للأندية وأفضل من كأس العالم للأندية. دوري ابطال افريقيا دلوقتي عشان الزمالك موجود فيها والاهلي مش موجود فيها، فدوري ابطال افريقيا دي مفيش منها اتنين. هو ده الزمالك وهو ده تفكير الزمالك وهي دي عقلية الزملكاوية. هتفضلوا زي ما انتوا كده مش هتتغيروا. بمناسبة مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، اتحاد الكرة بعت للأهلي وبيراميدز والزمالك جواب بأن آخر وقت فعلا هو يوم 31/5 للحصول على الرخصة الإفريقية للثلاث فرق. كل الثلاث فرق عليهم إن هم يسووا ديونهم، عليهم إن هم يقدموا مستندات مالية تثبت إن كل فرقة فيهم معلهاش ديون. طبعا الأهلي هيقدم المستندات، بيراميدز هيقدم المستندات، لكن الزمالك هو اللي في ورطة كبيرة جدا. الاتحاد المصري مش قادر يساعد الزمالك، الاتحاد المصري مش قادر يمد ايده للزمالك علشان كل الانظار عليه، سواء من الاتحاد الافريقي او من الاتحاد الدوري او من الاتحاد الدولي او من النادي الاهلي اللي مجهز ملف كامل لو الزمالك خد الرخصة الافريقية بمساعدة الاتحاد المصري. لكن الاتحاد المصري بعت وقال
خلاص انا مفيش في ايدي حاجة اعملها، فاضل 7 ايام بس عشان تاخد الرخصة الافريقية. رفض كمان ان الزمالك ملوش اي قيمة خالص عند الاتحاد الافريقي. الزمالك بعد ما طلب من الاتحاد الافريقي ان هو يمد فترة الحصول على الحصول على راحة ايه الحصول على الرخصة الافريقية، الاتحاد الافريقي تجاهل الزمالك تماما وما ردش عليه ولا اي ليه لازمة ولا اي قيمة ولا اي حاجة. لكن الاتحاد الافريقي نزل احتفالات ابطال دوري ابطال افريقيا اخر 10 سنين، لكن الزمالك كان له النصيب الاكبر في انه يظهر مرتين في احتفالات دوري ابطال افريقيا، بخسارته من صن داونز في 2016 وخسارته من النادي الاهلي طبعا القضية ممكن، وصاحب القضية الجميل اللي راجع النادي الاهلي خلاص في الموسم الجديد. فالاتحاد الافريقي بيمسي على الزمالك وبيفكروا ان هو ملوش اي قيمة وان هو اخر 10 سنين. المفروض كان الاتحاد الافريقي نزل اخر 24 سنة، لكن الاتحاد الافريقي بيفكر جماهير الزمالك وبيفكر الزمالك اللي انت مش موجود على الساحة اصلا، اللي انت بالنسبة لنا هو مش موجود، واهم حاجة بالنسبة لنا هو النادي الاهلي اللي بينجح البطولة دايما ودايما ودايما. لو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك. سلام.